العتاولة لحمهم مر ودماغهم ناشفة وايديهم مرزبة. اهلا وسهلا بيكم في حواديت سيما. رمضان 2025 قرب وكلنا عارفين ان الدراما الرمضانية ليها طعم خاص. قناة MBC مصر السنة دي محضرة لينا مفاجآت كتير، مسلسلات قوية ببطولة نجوم كبار وقصص مثيرة. خليكم معانا علشان نستعرض معاكم أبرز المسلسلات اللي هتتعرض على قناة MBC مصر في رمضان، ونشوف ايه الأعمال اللي متحمسين ليها. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وكمان تدعمنا بتعليق جميل علشان ده اللي بيخلينا نستمر. ويلا بينا. 3 2 1 هوا. أول مسلسل معانا هو مسلسل العتاولة الجزء الثاني من بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة ونجوم تانية كتير. وهيكون المسلسل ده عودة الوزان واللي بيجسد الشخصية باسم سمرة وعودته الكبيرة للعتاولة نصار وخضر مع أحداث الدراما الشعبية. والمسلسل بيتصور دلوقتي في اسكندرية وهيكون مكون من 30 حلقة. ونيجي للمسلسل اللي بعد كده في قائمتنا وهو مسلسل سيد الناس من بطولة الفنان عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين ومحمد شاهين وأحمد فهيم وأحمد رزق وعصام السقا وطارق النهري ومنة فضالي وإدوارد وريم سامي. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده هو مسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وأحمد السعدني ويسرى اللوزي وصفاء الطوخي وسراء جبيل وياسمين العبد وأسيل عمران، وهيكون من إنتاج محمد السعدي. وبتدور أحداث القصة لمسلسل لام شمسية عن قضية التحرش بالأطفال واللي بيتعرضوا ليها في المدارس والشوارع، وبيطرح العمل عدة تساؤلات، منها هل المسؤولين على الجرائم دي هم أولياء الأمور ولا المدرسين. وهيكون المسلسل مكون من 15 حلقة. وبعد كده مسلسل المداح الجزء الخامس من بطولة الفنان حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وهبة مجدي وسهر الصاير وحنان سليمان وخالد سرحان وأحمد بدير. والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج ومن تأليف وليد أبو المجد، وهيكون مكون من 30 حلقة. الوقت ده وقتنا يا صابر. اللي عملته فيهم مش هيعدي بالسهل. والمسلسل اللي بعد كده هو مسلسل نص الشعب اسمه محمد من بطولة الفنان الشاب الجامد جدا وهو عصام عمر. والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار ومن تأليف محمد رجائي. والمسلسل هتدور أحداثه حول الدراما الاجتماعية الكوميدية حول شاب بيتعرض للعديد من المشاكل والأزمات بسبب اسمه، بيكون عايز يسافر لكن بتحصل مشكلة بسبب تشابه الأسماء، وبيتعرض للعديد من المشاكل اللي بتطرده بسبب تشابه الأسماء في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وهيكون مكون من 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا في قائمتنا وهو مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني من بطولة الفنان هشام ماجد وأسماء جلال. بعد نجاح الجزء الأول السنة اللي فاتت، هشام ماجد وأسماء جلال بيرجعوا بالجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة. والمسلسل بيكمل مغامرات الزوجين اللي بتقابلهم مواقف غريبة وكوميدية. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل ظلم المصطبة، واللي هيكون من بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة وأحمد عزمي ومحمد علي رزق وأحمد عبد الحميد وغيرهم من نجوم كتير. والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي ومن إخراج هاني خليفة. تدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية حيث تسلط الضوء على العادات والتقاليد والأعراف، ويتناول العمل الممارسات الظالمة والأعراف اللي بتحكم بيها بعض المجتمعات الريفية والأقاليم بعيدا عن القانون والشرع. وده هيكون في إطار اجتماعي مشوق مليء بالحكايات المثيرة، وهيكون مكون من 30 حلقة.
والمسلسل اللي معانا بعد كده هو مسلسل منتهي الصلاحية من بطولة محمد فراج وهبة مجدي وسامي مغاوري ودينا ماهر ومحمود الليثي وحسن مالك وياسمين رئيس وغيرهم من نجوم كتير، وهيكون مكون من 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا في قائمتنا وهو مسلسل إيش إيش من بطولة الفنانة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد وانتصار. وتدور أحداث مسلسل إيش إيش حول شخصية مي عمر واللي بتسعى للانتقام من زوجها، واللي بيجسد دوره الفنان ماجد المصري، واللي بتتصاعد الأحداث لما بتتعرض مي عمر للضغط من قبل زوجها اللي اتجوزته تحت ظروف قاسية جدا. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. دي كانت لمحة عن مسلسلات قناة MBC مصر في رمضان 2025. قولوا لنا في التعليقات ايه اكتر مسلسل مستنينه وايه توقعاتكم للموسم ده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش اي تفاصيل جديدة من حواديت سيما. رمضان سعيد ونشوفكم في فيديو جديد قريبا. سلام.